من الاكلات السريعه جدا جدا، ما اخدتش وقت ولا مجهود معايا، نص ساعه وكان جاهز. حاجه كده اللهم بارك، باقل نسبه دهون، والعيش زي ما انتوا شايفين مقرمش كده ومحرمش من بره، حاجه كده منتهى الجمال والروعه. وكمان ما حطيتش فيها اي تكاليف كتيره كده، كانت يعني بتصعب عليا الوصفه دي. تعالوا هنعملها بمنتهى السهوله. بس قبل ما نبتدي كده الفيديو نصلي على النبي عشان تحلى بركه رسول الله في الفيديو، وما تنسيش تحط اللايك. عندي هنا نص كيلو من البصل، انا عملت نص كيلو من اللحمه. طبعا هي ما فيهاش دهن خالص، انا جايباها حمرا جدا من عند الجزار. قلت له يفرمها، وكان عندي قطع لحمه كده بيضه، قلت له يفرمها لي لوحدها علشان استخدمها في اي وصفه انا حابه استخدمها فيها. عندي هنا نص كيلو من البصل، فرمت معاه 3 فصوص او 4 فصوص من الثوم، ونزلت طبعا بنص كيلو من اللحمه المفرومه، هي زي ما انا قلت لكم ما فيهاش دهن، حمرا جدا. وطبعا عندي كميه اللحمه البيضه دي انا بطلعها من كل لحمه بشتريها، وبفرمها كلها مره واحده. نزلت بربع كيلو من اللحمه البيضه او الدوش، وكمان حطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود. والمكون الجامد جدا التوابل بتاعه الحواوشي بتجيبيها من عند اي عطار، انا نزلت هنا بمعلقتين كبار منها على الكميه بتاعتي. وطبعا حطيت 3 قرون فلفل يعني حاميين كده طبعا للناس اللي بتحب الحامي، وتقلبيهم كويس قوي 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 بحيث ان كله يختلط بكله، وتبتدي تحشيهم. لو عندك وقت وعايزه تسيبيهم في التتبيله دي يعني مش اقل من ساعه، براحتك خالص. لو طبعا مستعجله زي حالاتي وكانوا مستعجلين جدا على العشاء وعملته كده سريع، طبعا هتبتدي تجيبي العيش اللي هو الرده، العيش بتاع الفران العادي، وتبتدي تحشيه كده زي ما انتي شايفه. اهم حاجه يكون عيش بلدي عشان يديك الطعم الجامد جدا بتاع الحواوشي. رصيتهم هنا في صاج كبير علشان خاطر تعرفي تقلبي وتعدلي براحتك. طبعا انا ما حطيتش اي نسبه دهون، انا اكتفيت بالدهون اللي كانت في اللحمه. وطبعا هتهدي عليها النار خالص. انا هنا لقيت اول كام يعني رغيف كده، اول 3 رغيفه لقيتهم اتحمروا، وكمان الدهنه بتاعتهم بتاعت اللحمه نزلت عليهم بقى من الجنبين، وكانوا زي ما انتي شايفه مقرمشين كده، والعيش من بره اتحمص وكان ريحته وطعمه جامد جدا. فابتديت اطلع العيش او الحواوشي اللي كان جاهز، قدمته كده معاكم، والباقي طبعا حطيته في الفرن لحد ما الدهنة بتاعته تنزل على العيش، وكمان يستوي براحته خالص. تحطيه في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، يستوي بقى براحته. تقلبي وتعدلي فيه، قدميه بقى مع شوية سلطة طحينة، او حتى شوية مخلل او بطاطس مقلية او شوية شيبسي، وبس كده. عشوة بسيطة كده وسهلة وسريعة، ما اخدتش مننا وقت ولا مجهود ولا تكاليف. لو حابة تحطي عليها جبنة موتزاريلا من جوه وزيتون بتبقى اطعم والذ. لحد هنا الوصفة بتاعتي كانت خلصت. لو وصفتي عجبتك ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة. اسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.